إنك مهمة، إنك تبقي دايما آخر واحدة في القائمة بتاعتك، آخر واحدة تفكري فيها، آخر واحدة تاخدي بالك منها، وانتي مش واخدة بالك إن الإهمال ده بيكبر وبيتحول من فترة لحالة، ومن حالة لطبع، ومن طبع لطريقة حياة. وفي يوم تصحي تحس إنك مش مرتاحة، مش واثقة في نفسك ومش راضية عنها ومش فاهمة ليه ولا عارفة حتى تعملي إيه. وهنا لازم تفهمي قد ايه الإهمال بيأثر على نفسيتك. الناس اللي بتكلمني وبتقولي أنا ماليش نفس أعمل حاجة، مش عايزة، حاسة بكسل، حاسة بملل، مش عارفة أبدأ منين، كل ده سببه ايه؟ سببه أولا إهمالك لنفسك اللي بيأثر على نفسيتك. خليني أقولك حاجة يمكن مش ناس كتير بتقولها، نفسيتك مش بتتعب الأول، نفسيتك بتتكسر الأول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تسيبي نفس إن الإهمال ده بيكبر وبيتحول من فترة لحالة، ومن حالة لطبع، ومن طبع لطريقة حياة. وفي يوم تصحي تحس إنك مش مرتاحة، مش واثقة في نفسك ومش راضية عنها ومش فاهمة ليه ولا عارفة حتى تعملي إيه. وهنا لازم تفهمي قد إيه الإهمال بيأثر على نفسيتك. الناس اللي بتكلمني وبتقولي أنا ماليش نفس أعمل حاجة، مش عايزة، حاسة بكسل، حاسة بملل، مش عارفة أبدأ منين، كل ده سببه إيه؟ سببه أولا إهمالك لنفسك اللي بيأثر على نفسيتك. خليني أقولك حاجة يمكن مش ناس كتير بتقولها، نفسيتك مش بتتعب الأول، نفسيتك بتتكسر الأول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تسيبي نفسك دايما وتعدي على تعبك ومشاكلك وتقولي مش مشكلة، ولما تستحملي زيادة عن طاقتك، إيه اللي بيحصل؟ بتبتدي تقللي من نفسك وتشوفي نفسك أقل وتستغربي أي تقدير وتحسي إنك مش أولوية عند حد، لأنك بكل بساطة مش أولوية عند نفسك. الإهمال ده بيعمل فجوة بينك وبين نفسك، وبعد شوية تحسي إنك مش عارفة أنت مين. وهنا بيبدأ جسمك يديك